يا مساء الخير او صباح الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مكرو معلش النهارده هنعمل رز وفراخ وملوخيه. انا حطيت هنا الميه تغلي وحطيت فيها لما غليت حطيت فيها الفراخ وحطيت فيها البصل والملح والفلفل. لو عندك جزر حطي، لو عندك طماطم حطي. طماطمية صغيرة كده، وجزرية برضو بتقطعيها حلقات. تمام. آه لو عندك اي حاجة من اللي هو البوكيه جارني اللي هم بيقولوا عليه، يعني بيخلي الشوربة طعمها تحفة. بس الصراحة دي كانت يعني فراخ انا موصية عليها فراخ بيتي، فالشوربة ساعتها كان طعمها حلوة جدا اكنها بلدي. هي فراخ بيضة بس منها بيتي اكنها بلدي بالظبط. حطيتها بقى تستوي ونقلتها على العين التانية وطيت عليها لما غليت. سبتها تستوي على اقل من مهلها. هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هعمل ال- الطشة بتاعة الملوخية. جبت طاسة وحطيت فيها معلقة سمنة بلدي. وهنا كان فاضل التوم اللي احنا فرزناه مع بعض، دول اخر شوية فيهم. فانا هحطه، وان شاء الله باذن الله هفرز الباقي بنفس الطريقة. بس من غير طبعا القشر لان ده كان طري. فهو القشر كان فيه يعني عادي اكني بيبقى توم عادي. فاهميني؟ طبعا اللي شاف الفيديو بتاع تفريز التوم هيبقى عارف انا قصدي ايه. بس دلوقتي طبعا هقشره لان التوم نشف. هقشره واخزنه باذن الله. الصراحه نفعني جدا جدا. بص، ما بقتش اقدر استغنى عنه. يعني في الاول انا كنت مثلا بجيب فصين او ثلاثة على قد الاكل مثلا واعملهم على البلانش كده، اقطعهم يعني رفيع خالص. بس دلوقتي الصراحة دي منجزة جدا من ساعة ما عملت التوم المفروم للتخزين. يعني ما شاء الله قعدت استخدمه كتير جدا لحد النهاردة. إيه كان ما شاء الله معايا حلو قوي قوي، وبيوفر في الوقت وفي المجهود وكل حاجة. ولا غير لون ولا غير طعم ولا اي حاجة، اكني عاملاه دلوقتي حالا. هنا عليت النار شوية عليها عشان كانت واطية. فانا حطيت بقى معلقة السمنة البلدي وحطيت عليها الثوم وحطيت عليه الكزبرة الناشفة، وهبتدي اقلبه. ايدي ما تتشالش منه علشان ما يتحرقش. هو ما شاء الله ما بياخدش وقت على طول. بياخد لون ذهبي كده. وبعدين هرجع بقى الحلة بتاعة الملوخية. انا كنت حاطة فيها الشوربة، المفروض كانت غليت، بس انا لما شلتها شوية وحطيت الطاسة بتاعة الطشة بتاعة الملوخية يعني بردت شوية، فانا سبتها تغلي تاني براحتها. هنا الملوخية بوريكم انا خرطتها. دي مش ملوخية جاهزة، دي ملوخية بيتي انا مقطفاها ومخرطاها. الصراحة مفيش وجه مقارنة. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. بس اوقات بقى صراحة ببقى الدنيا يعني مزنقة معايا ومفيش وقت، فبجيب اللي هي المجمدة وبستخدمها. بس كطعم طبعا دي تكسب يعني، ما شاء الله. هبتدي بقى انزلها كده، وبجيب المضرب، مش بقلب بمعلقة، بجيب المضرب علشان المضرب اليدوي، علشان يعني تبقى فكة كلها من بعضها، مفيش حتة مكتلة ولا مكلكعة ولا الكلام ده خالص. تبقى في منتهى الجمال. على السريع كده، مش هتاخد اي وقت خالص. ابتدي اقلب فيها. هي ما كانتش لسه غلت، كانت خلاص هتغلي الشوربة، قمت حاطة فيها على طول الملوخية عشان ما تغليش. لان لو حطيتها والشوربة غلت الملوخية هتغلي، وبعد كده هتسقط في قاع الحلة يعني، ومش هتبقى ملوخية. تمام. دي برضو نقطة خلي بالكم منها للي مش عارفها. هنا كنت هحطها، وبعدين رجعت في كلامي قلت لا، انا هعملها زي ما بعملها كل مرة. بجيب الحلة وبحط الملوخية في الطاسة، وبعدين برجعها تاني. هنا بقى بقلبها كده بالمضرب او بص بتنزل بكل سهولة، مبقاش في اي حاجة في الطاسة. بس خلاص شلتها على طول قبل ما تغلي عشان ما تسقطش. انا كان من اهم حاجة او من نجاح الملوخية ان هي طبعا ما تسقطش، وما مش بتتغطى. يعني تسيبيها على طول إيه مفتوحة من غير غطا يعني. هنا بقى حلة الرز، قلت هعمل الرز حبة وحبة، مش هعمله بشعرية. فكله كده ورا بعضه عشان ننجز في الوقت، لان طبعا كنا صايمين والاذان كان خلاص يعني فاضل له حاجة بسيطة ويأذن. فقلت هنا هعمل الرز حبة وحبة، بيبقى طعمه حلو قوي برضو مع هنا بقى قلت عشان الرز برضو يبقى متغذي زي بقية الأكل.
حطيت له معلقة او نص معلقة كده سمنة بلدي، بيديله طعم حلو قوي برضو مع الزيت. هنا بقى هحط نصه او اكتر من نصه، حاجة بسيطة كده اللي هو يبقى لونه ذهبي. وبعد كده احط عليه الرز الابيض، هيبقى حباية وحباية. انا بحب المتحمر بيبقى اكتر، يعني اللي هو الرز الذهبي او اللون اللي هيبقى ذهبي ده بيبقى اكتر من الابيض. بيبقى يعني بيدي طعم حلو قوي في الاكل الصراحة. زي الشعرية كده، الشعرية لما بتكتريها في الرز برضو بتدي الرز طعمه احلى. فانا هنا مش عامله طبعا بشعريه، انا هنا عامله حبه وحبه بقى عشان الملوخيه وكده. وهم الولاد كانوا حابينه النهارده حبه وحبه، فانا قلت اعمل لهم اللي هم حابينه. والحمد لله قدرت اظبط المره دي، قدرت اظبط المقدار بتاع الرز المره دي، والمره وفي مرتين تلاتة قبلها كمان. بقى الحمد لله بقينا ناكل ونشبع. خلاص متبقاش رز لتاني يوم يعني. فحاولت على قد ما اقدر اظبط المقدار بتاعه ونجحت الحمد لله، نجحت يعني ان انا اظبط المقدار. بس بقى لو هما مثلا ما كلوش قوي زي مثلا امبارح او زي يوم تاني او كده، آه، بشيله طبعا لتاني يوم. يعني لو اتبقى حتى لو طبق صغير برضو بشيله لتاني يوم. وزي ما قلت لكم ووريتكم ازاي بحط عليه، ازاي بطلعه يعني من التلاجة وبحطه على الرز الجديد بتاع النهاردة. وبيبقى زي الفل، واكن لسه عاملاه دلوقتي كله مع بعضه. انا مش برمي اي اكل نهائي، يعني اي اكل بيتبقى بشيله في التلاجة وتاني يوم بيتاكل او بعدها بشوية بيتاكل. المهم ان هو في الاخر بيتاكل مش برميه. ربنا يديمها علينا النعمة ويحفظها من الزوال يا رب. إيه، هنا بقى خلاص حطيت الرز وحطيت المية عليه وحطيت الملح وكله. هيغلي بقى. واوطي عليه اول ما يغلي ويتشرب كده المية بتاعته، اوطي بقى عليه. تمام. هجيب بقى الطاسة بتاعة طاسة الزيت يعني، عشان اقلي فيها او احمر فيها الفراخ. آه، هستنى بس لما الزيت بقى يسخن، وبعد كده هنزل بيه بالفراخ على طول. الاكله دي بتبقى حلوه جدا، يعني الكبير والصغير الصراحه بيحبها. ما اعتقدش ان مفيش حد او في حد ما بيحبش الملوخيه والرز والفراخ. الصراحه دي اكله جميله، اكله مصريه جميله جدا جدا الصراحه. هنا بقى الزيت خلاص كان سخن. هحط بقى اهو الفراخ على طول احمرها. وخلي بالك وفي جنبها عشان ما تنشفش، لان الفراخ لما بتنشف بتبقى طعمها استغفر الله العظيم يا رب متتاكلش. الحمد لله احنا دروسنا واقعه يعني، ف مش عايزين نكمل عليها. فهنا بقى كان هسيبها بقى تاخد لون كده من على الوش ده، وهقلبها على الوش التاني. بس انا عملت هنا حركه بس انتوا ما تعملوهاش. وانا برضو مش هعملها بعد كده، اللي هو اللي انا كنت عايزه اقسم. يعني عايزه اقسم الفراخ وهي في الزيت. ودي حركه الصراحه حركه وحشه، يعني المفروض ما تتعملش، لان الزيت لا قدر الله ممكن يقع وممكن اي حاجه. فانا اخدت بالي بعد ما عملتها الصراحه. بس بقى لما قفلت عليها عشان اطلعها في الطبق. آه، انا بقى يعني ايه مسكت ايدي الطاسه كده بالراحه وطلعتها بالراحه. يعني بصوا انا هنا كنت بقسمها ازاي، ده غلط جدا جدا بقى. المفروض ما كنتش عملت كده، بس يعني إيه اللي حصل، يعني اللي حصل. فانا بقول لكم يعني دي غلطه مني، فانتوا ما تعملوهاش. إيه، ان شاء الله عيد الاضحى قرب. كل سنه وانتم طيبين، كل حبايبكم طيبين يا رب. ربنا يعيدوا عليكم بالف خير وصحه وسلامه وسعاده، وكل يبقى فرحان، واي حد يتمنى اي حاجه يا رب ان شاء الله ربنا يحققها له باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي بقى في الكومنتات، املوه كده ما شاء الله كومنتات كتير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان بإذن الله الفيديو يبقى كله بركة كده، ويبقى فيديو خير علينا وعليكم يا رب إن شاء الله. أنا هنا كنت خلصت الأكل. دي الملوخية بصوا. هي طبعا لونها أفتح من كده بكتير، يعني هي في الفيديو هنا لونها غامق، لكن هي أفتح من كده بكتير، لونها أخضر أخضر يعني ما شاء الله. بس الكاميرا مبيناها غامقة شوية. جيت أغرف في المغرفة، قلت بقى هياخد مني وقت وهفضل أقعد أغرف وأنا واقفة بقالي 20 ساعة. فقلت خلاص لا، أنا هغرف بالحلة كده على طول، سهلة. بس خلي بالك برضو عشان ايه،
الطبق متمليش او يقع منك او كده، فربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. حطيت كده بقى الملوخية، وانا كده كده ايه في الاخر خالص هحاول بقى ارصصهم ترصيصة كويسة كده، لاني لقيت الفراخ في ناحية والملوخية في ناحية والشوربة في ناحية والرز في ناحية. فانا حاولت ان انا اظبطهم علشان الدنيا تبقى متناسقة مع بعضها، يعني ما يبقاش كل حاجة في ناحية كده، يبقى لها الاكل كله يعني حوالين بعضه كده، يعني طبق رز هنا وطبق رز هنا كده، فاهمين قصدي؟ هتشوفوا دلوقتي. هنا كنت بغرف بقى الشوربة بتاعتها كان طعمها حلو جدا، لانها ما شاء الله فراخ بيتي، فالفراخ البيتي بتفرق عن الفراخ البيضة جدا، فكانت حلوة قوي الصراحة. كانت عاملة زي الفراخ البلدي بالظبط، الشوربة بتاعتها كانت حلوة قوي. فهنا بقى غرفت الشوربة، وبعدين هغرف بقى الرز كان خلاص استوى. هجيبه دلوقتي اغرفه معاكم. انا هنا بس كنت بشوف مكان فاضي كده عشان احط فيه الطبق، واجيب الحلة بتاعة الرز اغرفه معاكم. إيه، هنا بقى بصوا الرز كان لسه كان اخر حاجة استوى، لان هو كان اخر حاجة عملناه، فهو كان اخر حاجة استوى. بصوا ما شاء الله مفلفل ومستوي، وبصوا مفيهوش ولا غلطة، الحمد لله رب العالمين يعني. بس فهنا بقى ايه، هبتدي ان انا اغرفه على طبقين ما شاء الله كبار. فكان حلو جدا ال الكمية ديت بقى مبيبقاش منها حاجة غير قبل كده، يعني ان يتبقى شوية لتاني يوم او كده. لا، انا بقالي كذا مرة او كذا يوم، يمكن اكتر من اسبوع، الرز الحمد لله ما بيبقاش منه ولا رزاية، والله ما شاء الله. فدي حاجة بتفرحني جدا الصراحة، لما بيبقاش اكل لتاني يوم، اكل كامل بقى يعني. لو اكل كامل ببقى فرحانه طبعا مش زعلانه، لكن حبه رز لا، ما انت كده كده هتضطري ان انت تطبخي يعني، فكده كده هتقفي. فمبقاش عايزه شويه الرز دول يتبقوا، يتبقى الاكل كله يا خلاص. فالحمد لله كان لما شبعنا والله وكانت اكله جميله جدا. بصوا هنا بقى حسيت ان الرز كده في ناحيه لوحده، والفراخ في ناحيه لوحدها، والشوربه جنب بعضها، والملوخية برضو قريبة من بعض. فقلت لا، انا هوزعهم كده عشان يبقى شكلهم حلو في التقديم، لان التقديم بالنسبة لي اهم من الاكل نفسه. زي ما قلت لكم دايما انا بحب اقدم الحاجة بطريقة كويسة، علشان العين بتاكل قبل البق يعني. فلازم تزيني سفرتك كده، او الترابيزة بتاعتك، او ايا كان. لازم تزيني الاكل بتاعك يبقى شكله حلو ومنسق. بس انا كده بقى بظبطهم، بجيبهم جنب بعض. هوريها لكم دلوقتي، لاني طبعا كنت ماسكه الموبايل بايد وبحط بايد، فالصوره ما كانتش واضحه قوي، لكن هنا هو وضحت الحمد لله. يا رب يكون فيديو النهارده باذن الله عجبكم، يكون خفيف عليكم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.